السلام عليكم. كل سنة وأنتم طيبين، خلاص رمضان خلص، ربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وعيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب. النهارده عندنا حلقة من سلسلة هنتفرج على إيه، واللي هي بنتكلم فيها عن الأفلام المنتظر صدورها في الشهر الجاي. حلقة النهارده كان المفروض تكون في نهاية شهر فبراير، بس زي ما أنتم عارفين يعني السينمات عندنا بتعمل بوز كده خلال شهر رمضان، وأفلام الشهر كلها بتتأجل للعيد. فممكن نعتبر حلقة النهارده بعنوان هنتفرج على إيه في العيد. بس قبل ما نبدأ حابب نرحب مش هقول ضيفة القناة، علشان زي ما أنا دايما بقول هي واحدة من المؤسسين وحجر أساس لأي حاجة ليها علاقة ببي موفيز، سواء على يوتيوب أو تويتر. أحد أهم أعمدة المجتمع السينمائي على تويتر وليتر بوكس الغنية عن التعريف، سارة علي. ازيك يا سارة، عاملة إيه؟ مساء الفل يا أحمد، الحمد لله تمام نحمد ربنا، وكل سنة وأنت طيب والناس كلها طيبة وبخير يا رب، وعيد سعيد عليكم إن شاء الله. كل سنة وأنت طيبة يا سارة، عيد سعيد عليك يا رب وبعد الأيام رمضان جرى. رمضان حقيقي طار. 30 يوم ما حسيناش بيهم. احنا النهارده جايين نتكلم على افلام اللي هي كانت المفروض تكون افلام شهر مارس، ولما اتأجلت بقت افلام العيد خلاص. هنتكلم عن اهم فيلمين فيهم، اللي هم ايه بقى؟ يعني هو بالنسبة لي مش أهم فيلمين في شهر مارس، بالنسبة لي شخصيا هم أهم فيلمين في 26 أو أكتر فيلمين أنا منتظراهم واو. ومتشوقة جدا ليهم. وعارفة إني ممكن يبقى حكمي مش موضوعي عليهم، بس طبعًا أعتقد ناس كتير هتشاركني الرأي ده، لإن نجوم الأفلام دي هي نجوم إحنا بنحبها ومرتبطين بيها بطريقة معيّنة، والمخرجين وظروف التصوير والإنتاج والروايات المُقتبس منها الأفلام، كلّها حاجات المشاهد familiar بيها. ومعانا النهارده فيلم The Bride وفيلم Project Hail Mary. هنبدأ ب ذا برايت، ايه رأيك؟ ماشي تمام زي الفل. ادينا بقى تعريف صغير كده وبسيط عن الفيلم قبل ما نتكلم عنه. آمم، يعني مش عارفة ليه أول لمّا شُفت تحضيرات أو فيلم The Bride افتكرت del Toro، أو يمكن مهم. كنت حابة إن أنا أشوف الفيلم ده بنفس مستوى أفلام del Toro، ده مش تقليلًا طبعًا أكيد من ماجي، بس لإن القصة واللي هي يعتبر مُقتبسة من رواية الmodern Prometheus لو أنا بانطقها صح يعني. وكمان مُقتبسة من أو تعتبر remake لفيلم The Bride of Frankenstein. أكيد حابة إن الفيلم ده كremake أو كإعادة اقتباس للرواية يبقى في مستوى ممتاز. إحنا مبدئيًا كده عندنا فيلم التصنيف بتاعه هيبقى Gothic crime، وهيبقى الوقت بتاعه تقريبًا 126 دقيقة. في بعض كمان النقاد صنّفوا الفيلم إن هو Gothic crime romance. أنا أفضّل طبعًا التصنيف التاني. الفيلم طبعًا ميزانيته انتهت على 80.000.000 برغم إن ماجي جيلنهال كانت واخدة وعود من Warner Bros. إن هي هتتحرّك في حدود ال100.000.000، وكانوا مدّيينها حرية التصرُّف بالكامل. وده كان سبب في خلافها مع Netflix، ودي بقى حاجة هنتعرّض لها بعدين. الفيلم بس كده أنت الفيلم انتاج نتفليكس، او يعني نتفليكس مشتركة في انتاجه، صح؟ والله بُص يا أحمد، المعلومات اللي لان أنا انا لان انا كنت متخيل الاول، وما اعرفش صلحي لي معلومه. اول ما سمعت عن الفيلم، ما اعرفش انا قريتها في مكان او ده بس حاجه كانت في دماغي، ان هو الفيلم هيتعرض على نتفليكس مش هينزل سينمات، وبعد كده اتفاجئت بُص ان لا، الفيلم نازل سينمات عادي. المعلومة اللي أنا قرأتها يعني من كذا مصدر، إن الفيلم في الأول خالص المشروع كان بتاع Netflix، وبعدين حصل سوء تفاهم بسبب اختيار أماكن التصوير. Netflix كانت مُصرّة إن مواقع التصوير تبقى في نيو جيرسي، وماجي جيلنهال كانت م مصممة إن الفيلم يتصور في نيويورك. طبعًا اختلاف الميزانية بين الtwo locations خلّى Netflix تتراجع، لإن هي Netflix كانت متخيلة إن الفيلم آمم ميزانيته هتكبر بسبب
إصرار ماجي جيلنهال على التصوير في نيويورك، وبالتالي أوكي، والكلام ده حصل في سنة 23 لمّا اختلفوا، كان في أغسطس 23 في أوكي، شهر أوكي. يناير 24 Warner Bros جالهم board جديد، واتقابلوا مع ماجي جيلنهال واتناقشوا في فريق العمل والطاقم بالكامل، ووعدوها بإن هم هيدّوها حرية في الproduction لغاية 100.000.000 وسبحان الله الفيلم انتهى بالميزانية اللي كانت Netflix فرضاها على ماجي جيلنهال عليه. بشرط عدم تجاوزها، بس Netflix خسرت إن ي الproject يبقى بتاعها. يعني كده Netflix برّه الموضوع خالص. المفروض إن Netflix برّه الموضوع أوكي. خالص وإن المشروع دلوقتي كُلّه Warner Bros. أوكي، أوكي، أوكي. أنا لأ، أنا كنت متخيّل في الأول خالص أول يمكن عشان الأخبار ديّة، يمكن عشان ده كان أول خبر سمعته أو حاجة، فكنت طول الوقت متخيّل إن هو الفيلم هيتعرض على Netflix على طول يعني، هو مش فيلم بس ده كويس، دي حاجة كويسة. طبعًا في آآ مصلحتها أكيد. طبعًا. ال ال الفيلم الفيلم يعني عشان أكمّل على كلامِك، الفيلم من بطولة الأوسكارية بإذن الله يعني جيسي باكلي. إحنا بنسجّل قبل حفلة أكيد، الأوسكار بكام ساعة يا جماعة. ف أكيد. وأنتم تسمعوا الحلقة دي بقى هتكون اللي هي الأوسكارية إن شاء الله. إن و شاء الله يبقى الحلقة وشّها حلو عليها. أيوه. وكريستيان بيل. أنتِ ذكرتِ دلوقتي وأنتِ بتتكلمي في التقديمة على ديل تورو. وطبعًا إحنا دلوقتي لأن الفيلم اتعرض برّه already شُفنا تقييمات النقاد وشُفنا الratings بتاعة الفيلم وكده، وهي ما كانتش حاجة مش عايز أقول سيئة، بس يعني أقل شوية من متواضعة، المتوقع. ممكن نسميها آه. متواضعة. هل أنتِ شايفة مقارنة الفيلم ده بفيلم ديل تورو اللي هو إحنا لسه شايفينه من شهور قليلة جدًا بتاع فرانكنشتاين ممكن يضر الفيلم شوية أو يكون ضرّه شوية؟ أعتقد، أعتقد وجود فرانكشتاين في 25 أكيد هيأثّر في آراء النقاد، لإن هم هيبقوا منتظرين حاجة يعني أكبر أو على الأقل في يعني نفس على المستوى. الأقل في نفس المستوى، بالضبط. في الآخر ده فيلم بالضبط. منصات وأنتِ واخدة هنا ده فيلم لأ، أنتِ واخدة له screenings محترمة. بس هو فرانكنشتاين علّى السقف بصراحة عليهم يعني. بالضبط. أنا بالنسبة لي فرانكنشتاين من أفضل أفلام السنة اللي فاتت. وفيلم بجد يعني يمكن ما فيهوش غلطة. بس حاسس إن كل اللي بيتكلموا عن الفيلم بيتكلموا عنه وفي دماغهم فرانكنشتاين دكتور أو عينيهم على فرانكنشتاين دكتور. ومش عارف إحنا هنقع في نفس الفخ والّا لأ، أو حتى هي دي مقارنة. عايز آخد رأيك في الموضوع ده، هل هي مقارنة واجبة أصلًا والّا المفروض لأ ما نعملش كده خالص؟ بُص، يعني هو غصبٍ عننا هنُقع، لإن الgenre بتاع الفيلم اللي هو الgothic والcrime والromance هي دي نفس الgenre، وبعدين أنت عندك makeup وproduction style اهم. وcustom design، فأنت غصبٍ عنك بتدوّر على أقرب حاجة أو آخر حاجة اتعملت تحت الgenre دي. هل إحنا هنبقى موضوعيين والّا لأ؟ لأ أكيد، لسبب، لإن أنت عندك del Toro مُخرِج مُخضرم. يعني أفلام del Toro مش لمّا تعمل لها watch، لمّا تعمل لها rewatch وتركّز مع التفاصيل وتشوف قد إيه الراجل ده بيشتغل بحُب وبيشتغل بشغف وبيشتغل بتمكُّن، وقد إيه كل تفصيلة بيهتم بيها تنبهر، تنبهر. برضه مش إقلالا من ماجد جلينهال، بس أنا ما ينفعش أقارن del Toro بسنوات خبرته وبنضجه الفني الإخراجي بماجي جيلنهال، وخصوصًا لإن دي تاني تجربة ليها. أنا عارفة تحفُّظي على ماجي جيلنهال. قُل يعني، اتفضل. أنا بس هي المشكلة كلامِك أنا موافقه جدًا. المشكلة إن المدة الزمنية بين الفيلمين قصيرة أوي يا سارة. هم يعني أنا فعلًا، أنا حاسس إن هو حظهم وِحِش. أنتِ فاهمة قصدي؟ فعلًا. عارفة لو كان في فرق سَنة والّا 2 بين الفيلمين، كان ممكن الناس ما تبقاش مركّزة أوي. أنت عارف الفيلم لو كان نزل على الهالوين مثلًا في نوفمبر، أعتقد مثلًا إحنا كان بعدنا شوية وبعدين إنما كان ده هينزل في وقت مناسب، كان هينزل في موسم الThanksgiving، كان هيبقى في ليه حظ في شباك التذاكر، كان هيبقى مناسب للأجواء، وكان هيبقى في بُعد زمني، فكان الناس ال لسه ال بتتفرّج الناس المشاهد لسه بتتفرّج بالضبط، دلوقتي على فرانكنشتاين. يعني بالضبط. وكمان بعد الترشيحات اللي خدها في الأوسكار، فالناس فاهمة قصدي؟ يعني الناس لسه بتتفرّج على فرانكنشتاين لغاية النهارده. هو تقريبًا لسه في الpeak بتاعه.
فحظهم وحش بصراحة أو قرار غلط منهم، يعني مش عارف. طب تفتكر هو قرار غلط منهم بإصداره في الفترة دي، والّا هو قرار غلط من ماجي جيلنهال نفسها إنها تخاطر بتجربة آه، ضخمة زي دي وهي لسه لا في بداياتها لا لا كمخرجة؟ لا لا، مش عارف ألوم عليها، بالعكس أنا بحب أنا بحب فتحة الصدر دي، عارفة؟ بحب الإيه، اللي بحب هو يدخل المغامرة والمخاطرة دي، خصوصا يعني إن فيلمها الأولاني اللي هي عملته فيه مميزات كتير قوي، واستقباله كان جيد جدا، وناس كتير شافت ان هي عندها حاجه، فليه لا ما ناخدش خطوه؟ ما هو انا ما بحبش برضو اللي بيفضل ماشي في نفس الايه، فاهمه، جنب الحيطه، عمل حاجه كويسه يفضل يعمل في شبهها. بس انا شايف بقى كريهه انتاج، واعتقد دي كانت في ايديهم. خلاص انتوا سمعتوا ان ديل تورو نازل بالفيلم بتاعه في الميعاد الفلاني في الفتره الفلانيه، ما كانش فيها اي مشكله ان انتوا تزقوا الفيلم بتاعكم شويه، ان انتوا تخلوا يبقى فيه فتره زمنيه بعيد عن الفيلمين، علشان حتى زي انت ما قلتي، اصل ديل تورو خلاص يعني حفر اسمه، ديل تورو رجليه في الارض قوي، احنا داخلين بنتفرج على فيلم ديل تورو واحنا عارفين على هو الاقل ان واحد فيه. مقفّل اللعبة، ده مقفّل اللعبة، بالظبط. أنت ما عندكش حاجة تاني تعملها بعد del Toro. انت بتفتحي الفيلم وانت عندك ليفل معينه انت كده كده واصله له، يعني احنا كل مره احنا بس بنشوف هو هيعلي بقى ازاي على على الليفل ده. فمتهيألي هو لا، هي مش مشكله، يعني مش مشكله ماجي على قد ما هي مشكله جهه الانتاج. ولو ان احنا طول الوقت يعني بنحاول نقول للناس لا خلينا موضوعيين ونفصل ونفصل الافلام عن بعض وما نقارنش حد وحرام والظلم والكلام ده كله. ساعات مش بس بيني وبينك بنعرف يا أحمد، ساعات بيبقى غصبٍ صعب، عننا. بالظبط. ساعات إمم. بيبقى صعب، ساعات بيبقى صعب. هم تقريبا يعني، اصل تخيلي لو كان دكتور هو اللي عمل الفيلم ده بتاع ذا برايد ده، فاحنا كنا هنعمل هو جزء تاني من فرانكستاين، انت فاهم قصدي؟ فالفيلمين فعلا القصتين مرتبطين ببعض بشكل كبير، فغصب عننا. بس يعني على قد ما اقدر، على قد ما نقدر نحاول نشوف الفيلمين بعاد عن بعض، نحاول نديها حقها شويه، خصوصا ان انا بعيدا عن الاراء والريتنجز والكلام ده كله، اللي انا شفته لغايه دلوقتي من التريلر، من الصور اللي طلعت من الفيلم، من الحاجه، انا ما شفتش حاجه ضايقتني. هو يعني بصراحة عشان أكون أمينة معاك، أنا ما شُفتش الtrailer ومش ناوية أشوفه، لإن زي ما أنت شُفت كده في الفترة الأخيرة كان في مش عايزة بدون ذكر أسماء، في trailers مش بيضبط مع الفيلم، وفي فيلم مش بيضبط مع الtrailers. فأنت لمّا تكون منتظر تجربة معيّنة ومتشوّق ليها، هو عمومًا أنا مش باحب أشوف trailers يعني، بس خصوصًا الفيلم ده حتى لو أنا كنت أحب عادي أشوف trailers، لأ مش هاشوف trailers. انت عارف ف انا بقالي 4 5 سنين ما بتفرجش على تريلرز، إمم. عن عمد. بس ساعات بس تضعف. بصراحه يعني هو عشان التحضير للحلقه، ان انا كنت بس ببقى عايز، انت فاهمه، إمم. عايز إمم. اشوف الدنيا عامله ازاي. بس انا في العادي انا موافق معاكي مليون في الميه. التريلرز دلوقتي بتخدع وبتحرق يعني بتعمل كل الموبقات اللي ممكن يبقى احنا بنكرهها يعني. ف بتخلّيك تصدر أحكام أنت بتحس إن الأحكام دي لأ، ما مش كانت لأ، مش هي أضبط حاجة. وساعات بتبقى بتخدعك، ساعات بتبيع لك حاجه ما بتبقاش طبعًا. هي الحاجه الصح. و... طبعًا، وساعات و... بتخسف وس... بالفم الأرض. بالظبط، وساعات بتحرق كمان حاجات في الفيلم، حاجات مهمه، بالضبط. في حاجات. بالضبط. بالضبط. انا معاكي مليون في الميه في ده. بس هو الفكره، بس ال قصدي ان في الاخر يعني اللي انا شفته، سواء على مستوى الميك اب وعلى مستوى الصوره وعلى مستوى الفيجوالز والحاجات ديت، لا الامور مش يعني محمسه، الموضوع مش سيء مش ابدا. زي التقييمات المنخفضة أوي كده. يعني انا برضو مش فاهم، يعني ممكن يكون معاهم حق في الاخر لما نتفرج ونشوف ونعرف، ما بديش الفيلم يعني أصل فيلم اي زي ده يا حاجه. أحمد ما ينفعش يتعمل نُص، نُص. يعني فيلم زي ده لمّا أنت تاخد حاجة من الأساطير وحاجات معمولة قبل كده كذا مرّة، فأنت يا إمّا تبعد عن المنطقة دي، يا إمّا تعلّي على كل اللي عمل. هو بس اداني فيعني شويه فايبس من فيلم جوكر بصراحه. هاقول لك ليه، اوكي عندي طيب، تفسير اوكي، للموضوع ده، بس هاقول لك ليه. قولي. هو نفس الcinematographer اللي هو لورنس شير، هو نفسه اللي مصوّر فاهم. الجوكر الأول والتاني، اوكي، اوكي. فأنت أكيد هتحس بالvibes. انا حسيت كده فاهمه، في كده في جوكر في الموضوع برضو تاني. التريلر ما بيدينيش اي حاجه ولا بحكم على القصه منها او حاجه، بس حسيت كده في شويه لقطات ان احنا ايه في السكه دي، ان احنا في الجو ده بتاع
عارفه التمرد والثوره فاهمه؟ فهو ممكن يكون اعتقد انا فاهمه قصدك. بص، انت عندك اسطوره، عندك طريقتين ان انت تقدمها. يا تقدمها بطريقه تقليديه وتهتم بالتفاصيل وتطلع حاجه اوريجينال، يا اما تقدمها بطريقه مودرن، والطريقه المودرن دي تقدم فيها حاجه جديده بحيث تلفت انتباه المشاهد او تبهره عن ان ليه انت ما اخترتش ان هو تقدمها بطريقه تقليديه. فالجوكر مثلا، سواء النسخ الحديثه او الشخصيه لما اتقدمت قبل كده، فاكيد عندك طابع مودرن. فانت لو قارنت، انا متوقعه ان ماجي جلينهال هتقدم الموضوع ده بطريقه برؤيه مختلفه عن بالظبط. الرؤيه ال آه ال ال آمم، التقليدية اللي بالظبط إحنا ده اللي بنشوفها. انا ده اللي انا عايز آه، اقوله. هو الفيلم القصه الاسطوره او القصه التقليديه اللي انت زي انت ما بتقوليها كده، القصه اللي كلنا عارفينها، بس هي متقدمه بطريقه مختلفه، متقدمه في قالب خلينا نقول مودرن زي انت ما بتقولي، او بطريقه تانية وبرسمه تانية. يمكن ده اللي عمل الانقسام على الفيلم، لان مش كل الناس هتتقبل ده. طبعًا في ناس تقليديين جدًا مش بيقبلوا بالظبط. التطوّر ولا الابتكار، هم عايزين حاطين حاجة في دماغهم وعايزين يشوفوها، ولو ما شافوهاش خلاص بيبقى في حالة غضب واستياء. وهي مغامره برضه، خدي بالك احنا لازم برضه نعترف بده، هي مغامره منها هي ان هي مغامرة اه مغامرة صعبة أوي يا أحمد. أنا مش عارفة، أنا ما أنا يعني مغامرة مرعبة. يعني بالظبط. هي ضبّطت حاجات. يعني أولًا لمّا أنت تيجي تعمل فيلم زي ده وتقرر إن أنت تكتب وتنتج وتخرج الفيلم، يعني أقصد طبعًا إحنا لو ابتدينا أو لو اتكلمنا كمقدمة عن فيلم The Lost Daughter، فهي برضه كانت كاتبة ومشاركة في الإنتاج وأخرجت الفيلم. فهي أعتقد ده هيبقى الline بتاعها من هنا ورايح، يعني هي هتسلك المسلك ده في أعمالها حتى المستقبلية. لكن خصوصا لو الفيلم ده شاف شويه نجاح. هي من وجهة نظر الجماهير The Lost Daughter طبعًا قابل نجاح، لإن أنت عندك 3 ترشيحات مثلًا للأوسكار، لإنه اترشح في فئة Best Actress وSupporting Actress والBest Adapted Screenplay. فيلم حلو. وطبعًا كانت جايبة فيلم حلو. بس فيلم حلو. بس خلّيني أبقى صريحة معاك. هل الفيلم ده ناضج فنيًا؟ يعني هل الفيلم ده مش ممكن يتعمل له remake بشكل أفضل؟ مليون أنا في شايفة المية. إنه ممكن. مليون في آه، المية معاك. بس بس هو كان برضه حلو. لما تحطيه في قالب ان ده اول فيلم ليها، بالضبط، كنت لسه هاقول لا، لك نفس الموضوع ده. مبهر. إحنا بنقيّم اه نسبة وتناسب. يعني دي لو بالظبط. أول تجربة ليكِ، فأنتِ ده كتّر خيرِك جدًا، وإحنا ما كناش متوقعين أكتر من كده. بس هل الفيلم يعني تقيل؟ لأ، الفيلم مش تقيل. وممكن بس يتعمل عندها له remake حاجه. أفضل. انا معاكي، بس انا دايما بالذات التجربه الاولى يا ساره، او مثلا لو في مخرج بيعمل فيلم قصير انا ببقى دايما باصص على او بحاول يعني اشوف ايه اللي في دماغه. هو عنده حاجه يقدمها ولا لا؟ عايز يقول حاجه ولا لا؟ بيحاول يقول اللي في دماغه ولا لا؟ وده انا شفته في الفيلم بتاعها بصراحه، اللي هو ده لوست دوتر. هل هنفضل بنعاملها بنفس المعيار في افلامها اللي جايه من اول الفيلم ده؟ اكيد لا. اكيد لا. لان انت زي انت ما قلتي، انا بقى مستني شويه نضج. مش شرط يبقى نضج كامل طبعا، بس انا مستني اشوف خطوه زياده. وده بس بيزود بس كمان المخاطره والمغامره عليها في الفيلم. بس خلّي بالك هي برضه بتتصرّف بذكاء. يعني أنت سواء فيلمها الأولاني أو The Bride، الاتنين مُقتبسين من رواية. فأنت لمّا بيبقى عندك شوية مُخرِج عايز يبقى هو الكاتب، يعني أنت لمّا بتعمل screenplay from scratch غير لمّا أنت بيبقى عندك novel أو رواية وأنت بتكتب الscript بتاعها، صح والّا مش صح؟ فهي في اكيد. التجربتين اختارت إنها تقتبس من روايات. فدي حركة ذكية، ماشي. بس في نفس الوقت هي برضه هتحمّلها مسؤولية. مش معنى إن في برافو رواية عليكِ، أو برافو عندِك عليكِ. أو إمم. عندِك pre-writing، يعني أنتِ عندِك نسخة إمم. مكتوبة هتسحبي منها السيناريو. لأ، ده بُص، الموضوع ده يحتمل احتمال من الاتنين. يا إما الموضوع هي تتفوّق على الرواية، وعندنا أمثلة كتير في السينما وفي هوليوود إن في مُخرجين
اقتبسوا من الروايات وتفوقوا على الرواية وكتابتها، وأقرب مثال عندنا Shining مثلًا. يا اهم، إما اهم. أنتِ هتحطّي نَفْسِك في مركز يخلّيه المشاهد أو الناقد يقارن بين كتابتِك أو الscript بتاعِك وبين نَص الرواية، وساعتها هتبقي خسرانة. فدي هو مخاطرة سلاح أنا شايفاها ذو حدين. سلاح ذو حدين. ذو الفكرة حدين. كمان وبالذات المرّة دي، لإن الرواية ليها fans. الرواية ليها ناس كتير آه، بتحبها أسطورة، على هي أسطورة مَر مش بالضبط، على مجرد مَر الزمن. الناس كلّها أيوه، عارفينها. أنت The Last Daughter بالضبط، دي كام ألف واحد قرأها، إنما أنت أي بالضبط. حد طفل صغير عارف هو مين فرانكشتاين. حتى لو ما قراش الرواية، حتى لو ما يعني فاهمة بالضبط، قصدي؟ هو واخد بالضبط. واخد شهرة وواخد بتاع، حتى لو أنتِ ما قريتيش الروايات، أنتِ عارفة مين فرانكنشتاين، وعارفة الbride بتاعة فرانكنشتاين، وعارفة العالم ده كلّه بيدور عن إيه. فده برضه ممكن يضرب في وشّها، لإن الناس بتبقى أوكي، أنا ممكن أتقبّل الطرح بتاعِك للحاجة، بس في نفس الوقت ما تدمّريهاش يعني، ما تبوّظيش الدنيا. فاهمة قصدي؟ هي ف مخاطرة بصراحة أنا نَفْسي متخوّفة لها، يعني أنا في صفوف الجماهير أنا متخوّفة لها. يعني أنت شايف إن أنت بتحب الدخول بقلب كده والمخاطرة، لأ أنا حاسة إن دي خطوة جريئة جدًا، جريئة بزيادة يعني. مش عارفة ممكن تزوّد من الcredit بتاعها والّا تقلّله؟ ما هو تخيّلي بس الفكرة اللي أنا دايمًا باقولها إيه، إن المغامرة دي في حد ذاتها بالنسبة لي هتاخد عليها نقطة، هتاخد عليها point، إمم. هتاخد عليها. ماشي، عندك فاهم حق قصدي في إزاي؟ يعني لازم بصراحة أعترف لها بده. أنتِ فاهماني؟ يعني خلّينا آه. بس نتكلم بلغة الأرقام، مش عشان حاجة، بس عشان أقرّب وجهة نظري. لو هي عملت فيلم جودته 70%، خلاص، إحنا كلنا اتفقنا إن الفيلم ده آخره 70%. تمام. بس ال70% دول من فيلم بقصة، برواية، ب ب ب أو بسيناريو أو بحاجة تقليدية جدًا وبسيطة وماشية جنب الحيط وحاجة شبه اللي هي عملته قبل كده، والّا ال70% دول مع حاجة تكون واخدة فيها مخاطرة ومغامرة وجمّدت قلبها فيها. فاهمة قصدي؟ طبعًا ماجي جيلنهال يعني بتتصرّف وبتتحرّك بذكاء، من أول اختيارها لإنها تكتب وتنتج وتخرج فيلم مُقتبس من رواية، لاختيار الcast بتاعها. الcast عندك أنت جايب Christian Bale وده يعني نجم محبوب، وعنده إخفاقات في آخر تجربة أو تجربتين تقريبًا، بالرغم إن هو كان بادئ كاريره بصناعة الصاروخ. هو لسه آآ هو لسه محبوب، يعني مع كل الإخفاقات ديّة هو لسه طبعًا، محبوب، والناس لسه طبعًا، مستنية طبعًا. يعني لكن ل اسمه لسه يعني لسه بيبيع ولسه مثير للاهتمام والانتباه، برغم أنا معاكِ إن هو آخر فترة وضعه كان صعب يعني، ولو إنه اتظلم في حاجات، يعني في حاجات كان في أداؤه كويس فيها، بس هو الفيلم اللي كان سيء، زي مثلًا الفيلم بتاع ثور ده. بس لأ، بقى له فترة طبعًا مش لاقي البوصلة يعني، خلّينا نقول. بس برضه أنت عندك مشهد منتظر ومتحفّز ومترقّب، هو إيه المستوى اللي هيرجع بيه، أو هو إيه اللي طبعًا، هيقدّمه لي، أو هو هيستعيد المجد بتاعه إزاي. مليون في المِيّة. طبعًا. فعلى قد ما هو نجم قوي وموهوب ويستحق الفرصة، أنا بصراحة مش قادرة أبرر إيه أسباب اختفائه في الفترة اللي فاتت. يعني مش عارفة هل ما بيتعرضش عليه أعمال، هل هو مقرّر، هل هو مش لاقي اللي هو عايزه. مش قادرة أعرف إيه السبب إن هو حارمنا من وجوده، في حين إنه حد حقيقي يستحق فرص أفضل. لكن يعني اختيار ماجي لكريستيان أكيد اختيار ذكي جدًا. ييجي بعد كده جيسي باكلي ما شاء الله عليها يعني بتحصد في الجواز من في موسم الجواز كلّه تقريبًا. كان ليها نصيب الأسد، ومش عارفة أشوفها غير إيما ستون. بس برغم الاختلاف بينهم، لإن إيما ستون هي أمريكية وبتنافس في سوقها أو في منطقتها، إنما جيسي باكلي Irish، وكونها هي تثبت نفسها وأحقيتها في حصد الكمية دي من الجوايز، فأكيد ده يعني إنجاز. وأكيد هي حد متأخّر أو متأخّر في استحقاقيته للجوايز دي. يعني هي كانت تستحق في أدوار كتير سابقة، وليها أفلام طبعًا أعتقد إن ليها شعبية، سواء مثلًا women talking اللي هو كان فيلم مكتوب كويس جدًا الفيلم ده وكان حلو أوي، أدائها الفيلم فيه ده حلو رائع. أوي.
حلو قوي. بُص يعني أنا وأنا باطلّع أفلامها مش لاقية فيلم مش حلو، يعني wicked little letters مثلًا، يعني انا بموت بُص في الفيلم دور ده. غريب، اه. دور يعني ما تعرفش هو كوميدي بس أنت مش عايزها تمشي من قدّامك من على الشاشة، يعني أنت عايز تفضل كده قاعد تتفرّج عليها وهي بتتكلّم بالaccent بتاعتها وأنت مبسوط، يعني ممكن تبقى أصلًا مش مركّز مع هي بتقول إيه، بس أنت عايزها كده تشوفها قدّامك. حتى لمّا مثلًا عملت I'm thinking of ending things، يعني قد إيه الفيلم ده كان تقيل وكان محتاج حد يملى المكان وهي عرفت تملى المكان. هو انا تشبيه ايما ستون اللي انت عملتيه دلوقتي ده، يعني ممكن اتفق فيه في حاجات كتير. يمكن اهمها يعني مش عايز ابقى بعمم يعني، بس هو تقريبا هي ملهاش كارهين، الناس كلها تقريبا بالضبط، بتحبها. النهارده هي ايا كان انت شايفه مثلا النهارده في الحفله اللي هي كمان كام ساعه، ايا كان انت شايفه مين الاحق بالجائزه، لو جيسي باكلي كسبتها ما حدش هيزعل. بغض بالضبط. النظر ان هي فعلا تستحق، انا مش بقول ان هي ما تستحقش، بس انا قصدي ساعات بيبقى في تفضيلات شخصيه. في حد صح. بيبقى حابب ايما ستون، حد حابب روز بايرن، حاجه كده. بس لو جيسي باكلي كسبتها ما حدش هيزعل. ف أعتقد يعني تقييمنا في اللي منحها الجايزة، يعني أنت عندك روز مثلًا، روز قدّمت تجربة ممتازة وقدّمت أداء هايل، بس تجربة فردية. إحنا هنا معظم الجماهير أو المشاهدين وهُم متفقين تقريبًا على أحقية جيسي باكلي مش مش شايفين الأحقية دي عن هبل بس، لأ هُم شايفين إنها أحقية عن thinking وعن wicked وعن women talking حتى عن men. طبعا. يعني وحتى هاملت فيلم اتقل، ده بيساعد كمان. هي اكيد مليون في المية تستحق، واللي عملته السنه دي ما كانش طبيعي يعني. وهي زي انت ما بتقولي، ودي حاجه مهمه جدا، دي مش اول مره دي. يعني هي يمكن اتلمعت اول مره دي، او الناس كلها اخذت بالها منها، او كده. بس هو لا، ده مش اول دور ليها، وده مش اول فيلم ليها تبقى بتعمل فيه الاداء ده، او حتى الفيلم نفسه زي انت ما بتقولي يبقى بالجوده دي. أحمد أنت لو رجعت للأفلام بتاعتها أو أشهر مثلًا 4 أفلام أو 5 أفلام I'm thinking وMen women talking وwicked وlost daughter هتلاقي كل فيلم فيهم genre مختلفة عن التاني، وشخصيه وكل مختلفه. فيلم فيهم وهي كل فيلم فيهم هي أبدعت وعملت اللي عليها وقامت بدورها، يعني ما قصّرتش، ما حسستكش إنها مش مالية مركزها. فكره ان هي اصلا تقف قدام اولivia كولمان مرتين وما تتاكلش، بالضبط، دي في حد ذاتها ده بالضبط. ده ده انجاز. لأ وتقف معاها الند بالند، يعني إن اه، انا أنت بقول لك وما حد ييجي له تتاكلش يعني، الجرأة فاهمه. حقيقي، حقيقي، حقيقي. يعني فاهمه، اولivia يعني كولمان تاكل اي حد في الدنيا بُص ويقف هو قدامها. الفيلم ده مُجسّد كل سواءً في كتابته، في ميزانيته، في وقته، في إخراجه، يعني وبعدين أنت عندك cast عندك تنوُّع رهيب في الcast مش هاستخدم بقى جملتك أبناء العاملين، إنما هم فعلًا أبناء العاملين، يعني لمّا يبقى عندك هي جايبه اخوها. وجوزها، هو جوزها، ايوه، صح جوزها صح صح يعني صح صح، بس ايوه. يعني عمرو دياب أفضل أكيد يعني في الموضوع ده. فأنت عندك cast متنوع جدًا، سواءً في إمكانياته أو في خلفياته الفنية، يعني غير كريستيان عندها جاك جيلنهال وعندها بينيلوبي كروز وعندها بيتر سارسجارد، فهي عندها cast قوي، عندها رواية مقتبسة منها، عندها ميزانية ممنوحة بحرية. طب هتقدّمي لي إيه؟ ما هو أنتِ عندِك معطيات قوية جدًا، لا. وأعتقد دي مشكلة النقاد. ولو كنا من شويه بنقول ان هي ممكن يكون حظها وحش علشان ميعاد عرض الفيلم ومقارنته مع فيلم ديل تورو. بس هي حظها كويس قوي بالكاست اللي معاها، وبالتحديد جيسي باكلي. يعني هي واخده جيسي باكلي في انسب وقت في تاريخها، فاهمه. يعني ما هي هو أنت بقى مش بتبقى عارف خلفيات الأحداث، يعني هي لمّا جيسي باكلي تم اختيارها في الدور ده، الكلام ده كان سنة 23 ايوه هل ايوه، انا فيلم فاهم. عشان كده هل بقول لك الحظ، هيكون انا عشان كده مشهور؟ بقول لك حظها حلو. فعلًا، ما هو ده فعلًا، الحظ بقى. فعلًا، هي حظها حلو بيلعب ان بدور. فيلم بيتعرض، ان فيلم بيتعرض دلوقتي وجيسي باكلي في التوب. النهارده في ناس هتدخل تتفرج على الفيلم بس عشان جيسي باكلي، مش فارق طبعًا، معاها ماجي، مش طبعًا، فارق معاها اي حد، مش فارق معاها القصه. بس ايه ده جيسي باكلي اللي لسه واخده الاوسكار منزله فيلم بكره، يلا بينا.
طبعًا هي أكيد عندها معطيات قوية وأكيد عندها حظ و ويعني أنا متحمسة للفيلم، بغض النظر عن تقييمات النقاد اللي عارفة هي ممكن تبقى إيه أسبابها، لكن أنا متحمسة للفيلم بشكل يمكن شخصي. أبطال باحبها، مُخرجة قدّمت لي تجربة قبل كده كويسة جدًا وممتازة جدًا كأول إخراج. معلش وعندي ساره برضو بدون مقاطعه كلامك، هي في حاجه كمان مهمه قوي في ذا لوست دوتر، انت كنت ذكرتيها كده في اول الكلام. هي طلعت اداءات ممتازه من تقريبا كل الكاست بتاع ذا لوست دوتر. يعني هي ما اعتمدتش مثلا على اوليفيا كولمان وجيسي باكلي وخلاص. هي مثلا طلعت اداء ممتاز من داكودا جونسون. طلعت اداءات يكاد ممتازه من يكون يمكن أفضل أداء ليها في تاريخها. يعني جدلا انا اقدر اقول كده. إمم. فاهم قصدي؟ يعني الادوار كشفت فيها الصغيره بتاعت جَهد ما حدش غيرها عرف يظهره. بالظبط. فدي إمم. كمان دي كمان حاجه تخلينا متحمسين اكتر ان هي فعلا قادره طبعًا. تطلع اداءات من الكاست اللي معاها. مش اللي هو بتجيبهم كده وخلاص يعني. لو قررت الكلام ده تاني في فيلم ذا برايد، مع القصه، زي انت ما بتقولي بقى، مع الحجم بتاع الانتاج، مع البرودكشن، مع انا بصراحه آه، طبعا الفيلم ممكن يطلع في الاخر بعد كل ده يخيش. بس مش شايف ان هو ممكن يبقى سيء للدرجه دي، يعني فاهمه قصدي؟ يعني انا شايف ان لأ هو سهل هو جدا ان احنا نبدا من جيد، يعني فاهماني؟ ان احنا بسهوله قوي نبدا من جيد وطالع. أنا معاك، متّفقة معاك في ده. لإن إحنا بنتكلّم كجماهير مش نقاد. إنما هو التقييم بيبقى ليه شقين، شق نقدي وشق جماهيري. فإحنا لو جماهير إحنا عاجبنا العناصر أو عندنا شغف في رؤية العناصر دي اتوظّفت إزاي وأخرجت لنا المُخرج النهائي كان إيه. فأكيد النقاد عندهم رؤية مختلفة. هل رأي النقاد بيأثّر على الجماهير والّا لأ؟ أكيد بيأثّر، يعني أكيد هيأثّر. بس هل التجربة الشخصية ليها وَقْع واعتبار؟ أكيد. فأنت ممكن تختار إن أنت تشوف الفيلم ده بطريقتين، بطريقة نقدية بحتة وتقارن وتشوف الناس اللي راجعة بغيابها تقدّم إيه، وتشوف الميزانية دي هل اتوظّفت صح والّا لأ، الميزانية الضخمة دي اتوظّفت صح والّا لأ، الcast ده هل تم استخدامه بالطريقة المُثلى والّا لأ، والّا هل أنت داخل تشوف أسطورة أنت بتحبها وحابب ما عندكش أي مانع إن أنت تشوفها كل يوم بتتعمل remake. لإن إحنا فرانكشتاين آمم ما عندناش أي مشكلة في إن أنا لا لا. نفسي كل مُخرج في كاريره يعمل فرانكشتاين. عايزة أشوف كل مُخرج شايف فرانكشتاين ده إزاي. دي الطرق قلّها وصعّبها على الناس، بس أنا ما عنديش أي مانع أشوف تجارب أقل برؤية مختلفة وبstyle مبتكر. والروايه والقصه والعالم بتاعها يعني يستحمل كل ده. يحتمل فعلًا. يحتمل الابداعات والجنون يعني اللي عايز يعمل حاجه يعرف يعملها. بالضبط. حتّة واسعة، منطقة واسعة. انا حاسس والّا انا أنت رأيك إيه؟ حاسس انا حاسس ان العناصر ديت مش هيكون فيها اي مشاكل في الفيلم، وبالعكس هنطلع كلنا مبسوطين منها. يعني أتمنى. على قد أتمنى. على قد اللي انا شفته، بيتهيألي فيلم فيجوالي هيبقى ممتاز. آه، على قد اللي انا شفته برضو، انا عارف ان هو مش كتير ومش كفايه ومش اي حاجه، مش بنحكم يعني. بس هو فعلا الفيلم، انت في كلامك دلوقتي وانت بتوصفي اراء النقاد الاولانيه ان هو فيلم دارك وكيوتيك وكده، كل ده محتاج فيجوال قوي علشان يترجمه. بالضبط. ف بالضبط. انا بشكل ما مش قلقان من النقطه مش فيجوالي، مش قلقان خالص. وعلى فكره انا متحمس جدا للفيلم. انا زيك متحمس جدا للفيلم، وحاسس ان هو هيعجبني، وحاسس ان هو هيكون يعني في اسوأ الاحوال فيلم كويس، فيلم جيد، فيلم ممتع، فيلم واقف على حيله. هو فيلم ممتع. ايوه أنا هاتبسط لمّا بالظبط. أشوفه. انا ده يعني ده احساسي، ده احساسي للفيلم. ومبسوط ان هو نازل السينمات. دي برضو حاجه يعني احنا اتحرمنا منها في فيلم وأنا ديلتورو. حلو كمان خلّي بالك، أنا عاجبني ذكائها وشخصيتها وفي رؤيتها. هي عايزة بتختار إيه وبتختار مين يعمل إيه. حاسسها تقيله، يعني فاهمه؟ مش هوائيه كده داخله تعمل فيلم وتجري وخلاص. لا، حاسسها في تقل كده في شخصيتها. مهم جدًا إن أنت تبقى مم. في بينك وبين المُخرج ثقة.
أو إن أنت شايفه شخص حكيم أو عنده آراء إمم. يعني تقنعك قبل ما تشوف المنتج بتاعه النهائي إن ده هيكون منتج محترم. فأنا وبعدين أنا أنا عندي باحب ثقة في ده. فكرة أنا معاكِ، وأنا باحب فكرة المُخرِج اللي إحنا بنشوف خطواته live. يعني بالضبط، وبنشهد عليها. فأنا إحنا كنا باحبها مش أوي. محظوظين نشوف إمم. مثلًا تطوّر إنجمار والّا نشوف تطوّر إمم. مخرجين كتير قُدام، بس إحنا شُفنا وعاصرنا أو هنعاصر آآ ماجد منها. لإن يعني إحنا لمّا بنتفرّج بالضبط، ده قصدي. أنتِ ماشية معاها واحدة، واحدة خط شمال بمشروع. دي وفاهمة حاجة أنا بعد باحبها. دي أنا باحبها أوي. غير لمّا بتروحي مثلًا تتفرّجي على حد already أول حاجة بتعمليها مثلًا بتروحي تتفرّجي على أول 3 أفلام، أشهر 3 أفلام، 4 أفلام ليه. فلمّا بتيجي بتتفرّجي له على حاجات تانية بمستواه بتحسّي إن هو مش أحسن حاجة أو كده، يعني إنما فاهمة؟ لإن الفيلم ده هو ظالم أنت شوية. جاهز له، الفيلم ده أنت جاهز له، يعني مش بالضبط. ناقصك بس غير المشاهدة. بالضبط. فأنا متحمّس جدًا للفيلم، أنا زيِّك متحمّس جدًا للفيلم، والفيلم يستاهل إن إحنا كلّنا نتفرّج عليه. إحنا بس يعني إحنا مش بس اخترنا الفيلم ده علشان يعني علشان إحنا حابينه ومتحمّسين ليه وكل حاجة، بس كمان علشان نرشّحه لكم. روحوا اتفرّجوا عليه، الفيلم فيه حاجات كتير مثيرة للاهتمام، فيه حاجات كتيرة مستنيينها منه. عنده مساحة كبيرة أوي إن هو يقدّم لنا فيلم زي سارة ما قالت على الأقل فيلم ممتع، فيلم خروجة سينما ممتعة. عنده المقومات دي كلّها إن هو يعملها بمنتهى السهولة يعني. و و أتمنى إن هو يطلع حلو. وأنا يعني شِبه واثق بشكل كبير كده إن هو هيطلع فيلم كويس. طيب، ده كلامنا عن فيلم The Bride. والفيلم التاني ما يقلّش حماسنا ناحيته بأي شكل من الأشكال، وتوقعاتنا ناحية إن هو يبقى فيلم ممتع في السما علشان حاجات كتير أوي. الفيلم ده هو Project Hail Mary. يمكن ده واحد من أكتر الأفلام المُرتقبة السنة دي يا سارة، صح؟ أعتقد جماهيريًا هو الأكتر، يعني أعتقد كمان أكتر من The Bride، أو أعتقد كتير. في فئة مختارة ممكن تكون منتظرة The Bride، إنما everyone منتظر Project Hail Mary، يعني الأغلبية هو فيلم جماهيري من الدرجة الأولى. يعني مليون في المِيّة. واللي بيدعم يعني في أسباب كتير سينمائية تخلّينا مستنيين الفيلم ده ومتحمسين له و. وفي كمان حاجة يعني أنا بصراحة ما عنديش علم بيها، بس عندي فكرة كويس أوي عن مدى شعبيتها، هي الرواية اللي متاخد منها الفيلم. الرواية ليها شعبية كبيرة جدًا، وتقريبًا ما فيش حد قراها وما حبّهاش. الرواية عليها إجماع آه. بشكل مخيف. وأعتقد كمان قبل التفكير في مشروع الفيلم الرواية نفسها popular يعني. بالضبط. ما باقول لِك لأ، وعليها إجماع بشكل غريب. يعني أنا ما شُفتش إجماع على الرواية بالشكل ده. ما فيش حد يعني عدّيت عليه كده قرا الرواية وما وقعش في غرامها. فدي كمان آآ سبب كبير. إحنا محظوظين أعتقد بالفيلمين دول في صدورهم في نفس الشهر وصدورهم في وقت العيد، وقت الأجازات. فأعتقد ده في صالح المشاهد بصفة عامة يعني. يعني أكيد. والفيلم ده بالتحديد بقى ده اللي فعلًا ممكن نقول عليه فيلم عيد. من أجواءه كده ومن فيلم عيد يعني فاهمة، زي كده ما بيقول. طيب كلمينا بُص كده على الفيلم أو قدّميه لنا للي بيسمعنا وما يعرفش إحنا بنتكلم على إيه، عشان برضه ما نبقاش واخدين الناس كده إيه بذنبنا. خلاص خلّينا نبدأ كده ندّي مقدمة سريعة على الفيلم. الفيلم هتكون مدته 156 دقيقة تقريبًا، وأعتقد إن إحنا مش هنزهق، يعني بالنسبة للخلفيات اللي عندنا من تفاصيل الرواية. فأعتقد إن هيبقى وقت مناسب. ميزانية الفيلم 150.000.000، وأعتقد برضه إن الرقم ما يخُضّش، يعني بالنسبة لإنه هو أنا مش عايزة أحرق، بس بالنسبة للتفاصيل اللي أنا عرفتها عن الفيلم. فهو مثلًا الأفلام المشابهة أو اللي في نفس الفئة كانت اهم. تقريبًا بميزانيات متقاربة ك ك كسعر عُملة أو تقييم اقتصادي في الوقت بتاعها يعني. الفيلم متصنّف science fiction adventure. وهنا adventure بتضيف لscience fiction، يعني أنت ممكن تقول science fiction وتُقف
لكن لما بتضيف ليه adventure فأنت الحماس عندك والشغف عندك بيتضاعف وبيزيد. الفيلم عن رواية لأندي وير تم نشرها أول مرة في 2021، رواية بنفس الاسم. برضو عشان تكون الناس سمعينا، أندي وير هو نفس كاتب رواية ذا مارشن اللي هي برادلي سكوت عمل الفيلم، أخرج الفيلم، وكان من بطولة مات ديمون قدامي. وجيسيكا تشاستن. فأنت عندك خلفية ممتازة جدا مع الكاتب. بالنسبة لمخرجين، مش مخرج الفيلم، لأن هما اتنين، فيل لورد وكريس ميلر، تجاربهم شوية مش عارفة، معرفتش أربط، بس حبيت التجديد أو حبيت التنوع. يعني هما مثلا من أعمالهم السابقة الليجو موفيز الجزء الأول والتاني، ذا ميتشل فيرسز ذا ماشينز، السبايدر مان انتو سبايدر فيرس والسبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس. طبعا آخر تجربتين دول يخلونا إن إحنا نشوف المخرجين دول في مكانة مختلفة يعني كجماهير. دي تقريبا هو مقدمة بسيطة. هو بس يعني هم بيشتغلوا دايما مع بعض. انا فاهم قصدك، كنت بتقولي مش شايفه الربط. مم. بس هو الحقيقه هم دايما، احنا ممكن نقول يعني كده عليهم بمنتهى بمنتهى البساطه، لان هم خدي بالك برضه هم اشتغلوا في الافلام اللي انت قلتيها ديت، اشتغلوا فيها بروديوسرز اكتر. هم الافلام اللي من اخراجهم بشكل يعني بشكل مباشر. هو ليجو موفي، ده ليجو موفي الاولاني خالص، واللي هو بالنسبه لي فيلم ممتع جدا. وعملوا الفيلمين بتوع جامب ستريت 21 و 22 جامب ستريت. فهو لو في ربط بين كل ده، هي المتعه بالنسبه لي. الناس دي بتعرف تقدم افلام ممتعه، وده بيحمسني اكتر ناحيه الفيلم. عارفه أنت يعني. عندك تجارب سابقة مع المخرجين دول، وضمنت الإمتاع، لأن هم يعني أنت ماضيك معاهم كان جميل جدا، فأنت داخل يا الفيلم. جماعه، جامب ستريت، فيلمين جامب ستريت دول، انا بجد مش عارف هو الافلام دي وقفت ليه. انا ما عنديش مشكله ان هو يتعمل منهم 10 افلام. الفيلمين. وبرضه تلاقيك نفسك بتتساءل ليه في بعض الأفلام مكملة وفي أفلام بالظبط. زي دي ما بتكملش. كوميديا ومتعه، مش ممكن ما بيوقفوش بشكل غريب يعني. انا اعرف ناس كتير مثلا بتستثقل دم تيتم، شينج تيتم. اتفرجوا على اوكي. الفيلمين دول، شوفوا طلعوا منه ايه. شوفوا لا، انا شوفوا بحسه يعني برغم السمعه اللي هو واخدها، بس بحس ان الشخص ده عنده كتير لسه ممكن يقدمه على فكره. يعني بحس بس انه محتاج مخرج بس ايوه، يطلع تطلعوا نواه. منه يا ساره، طلعوا منه كميه خفه دم وكميه كوميديا مش ممكن. الفيلم بتاع ذا ليجو موفي اول فيلم خالص، هو بالنسبه لي احلى فيلم في الليجو موفيز كلهم. برضه فيلم ممتع جدا جدا. فالناس دي بتعرف تعمل فيلم ممتع. وده اللي محمسني بجد، ده اللي محمسني، لان كمان بروجكت الميري فيه مع السكاي فاي ومع الادفنشر ومع الحاجات ديت، في هنت كوميديا يعني، في شويه كده. آه، آه، طبعا آه، طبعا هو هتلاقي هو فيلم الكوميديا كوميدي بس من فيه ضمن هنت الجانرز بالظبط، طبعا. محقونه فيه. فانا بحب الافلام اللي زي كده. احنا محتاجين افلام زي كده اكتر. حقيقي آه، محتاجين فال الطابع ده فال يكون متوفر في الافلام اللي بنشوفها، لانه بيخفف من وطأة المشاهده، بيديك امتاع. وخصوصا بقى كمان لما نقول ان هو من بطوله راين جوزلينج وطبعا ساندرا هولر. ببس انا بتكلم في حته الكوميديا والمغامره مع راين جوزلينج كوميديان، بالنسبه لي كوميديان درجه اولى. و... و... انا شايفاه ويعني ممثل شامل، شايفاه ممثل شامل محتاج محتاج حد كده بجد يعني. هو طبعا فيلم اللي هو بتاع ذا نايس جايز، هو ده اكتر فيلم طلع منه حته الكوميديا دي. بس هو محتاج ناس تبص على حته على الجانب ده فيه اكتر من كده، قادر ان هو يقدم لك متعه، قادر ان هو يقدم لك كوميديا، قادر ان هو يقدم لك لانه حتى حركيا شفناه كتير في حاجات كتير. انترتينر. هو الراجل هو ابن الراجل الذين. رهيب. حقيقي 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 حقيقي. الكاميرا بتحبه وانت طول الوقت بتكون
متشوّق إن هو في أعماله إن أنت تشوفه وطلع في genres كتير ومثّل أدوار كتير وما أخفقش في ولا دور. يعني أنا لو سألتني أو سألت أي حد قُل لي فيلم كده ما عجبكش لراين جوزلينج، يعني في ممكن تفتكر حاجة، ممكن حاجة تخطر على بالك؟ أنا حتى هو عمل من سنتين The Fall Guy والناس كتير ما عجبهاش. أنا حبيت الفيلم جدًا، وحبيت دوره فيه جدًا، وحبيت اللي هو قدّمه فيه جدًا. آآ ممتع، ممتع ابن اللذينه. وبصراحة يعني أعتقد يعني أتمنى إن الفيلم ده ينقله في مكانة مختلفة. مش عارفة ليه راين جوزلينج مش واخد المكانة اللي بيستحقها برغم تنوُّع أعماله أو إمم. تنوُّع مشاريعه. يعني أنت يعني مش عارفة المقارنة هتبقى عادلة أو في محلها أو لأ، بس أنت لو قارنته بChristian Bale مثلًا مش هتلاقيه حجم أعمال ده نفس حجم أعمال ده. إنما جماهيرية Christian Bale ورصيده عند الناس ما أو أعرفش. المكانة اللي هو بيحتل فيها، حاسّاها إنها يعني أفضل من Ryan Gosling. مش عارفة أنت ب متّفق ب معايا بده والّا باحس لأ؟ أنا وأنتِ بتقولي كده دلوقتي لأ أنا متّفق، عمّال أفكّر يعني متّفق معاكِ. باحس إن ما حدّش بياخده بجدية، ما أعرفش ليه. يعني أنا بالضبط، بجد ما أعرفش بالضبط. ليه. آآ يعني زي أنتِ ما بتقولي إحنا ما نفتكرلوش دور وِحِش، ما نفتكرلوش أدوار متشابهة. هو بياخد مخاطرات على فكرة طول الوقت. على فكرة دوره مثلًا في فيلم باربي الأخير ده، دي مخاطرة يعني level حقيقي. 1000. دي مجازفة مش دي مجازفة. يعني إن يعني أنت تاخد الدور ده في وسط الناس دي بالقصة دي بالتفاصيل دي، يعني يا جبروتك بجد. وما كانش حد غيره ينفع يعمل الدور ده. ما بالضبط. كانش بُص، حد هي غيره ينفع هي يعمل الدور ده. فكرة راين جوزلينج إن أنت لو أي وقت أي فيلم شُفته ليه وحبّيت تشيله وتحُط حد مكانه، مش هتعرف تلاقي حد مكانه. إمم. بس هل هو ب مُصنَّف نجم صف أول أو لأ؟ مش عارفة. مش يعني عارفة. أنا معاكِ، أو بلاش بقى صف أول، ممكن يكون صف أول، ماشي. بس مش واخد التقدير المناسب لحجم موهبته وحجم. خلّينا نقول هو دلوقتي بقى عنده تاريخه والمشوار بتاعه. أنا مش شايفه فعلًا ممكن يكون واخد التقدير ده حتى جماهيريًا. الناس ممكن لغاية دلوقتي شايفاه الشاب اللطيف الخفيف البتاع. أهو لأ يا جماعة، يعني خلاص بقى، هو تخطى المرحلة دي من زمان. هو مش توم هولاند بقى، يعني فاهم؟ بس أنت كانطباعك لمّا عرفت شوية تفاصيل كده عن خلفية القصة بتاعة الرواية، وعرفت إن راين جوزلينج هيبقى البطل، أنت إيه أول حاجة خطرت في بالك يعني؟ أو إيه الانطباع اللي جالك لمّا حاولت تربط تفاصيل الرواية واللي هي مشوّقة جدًا ب بتواجد راين جوزلينج؟ ك ك ك كتجسيد يعني، أو هو ليه اختار الدور ده أو كده؟ ما أعتقدش إن والّا هو اختار. بس أنا مثلًا أول حاجة جات في بالي إن دي فرصتك، دي فرصتك يا معلم. يعني التفاصيل الرواية أنت هنا بقى عندك مساحة وعندك تفرُّد و وقايم بدور بُصّي أنا فاهم قصدِك، بس هو يعني هو مبدئيًا أول حاجة هو perfect fit على الدور وعلى الأجواء وعلى الموضوع. بس ما هو أخد فرص كتيرة سارة قبل كده، وhe delivered يعني. بس أعتقد يا أحمد فاهمة الفيلم قصدي؟ ده هيبقى فيه تعقيد أكتر. يعني هيبقى فيه تعقيد في المشاعر والأحاسيس اللي هو هيوصّلها للمشاهد، وهينقل أحداث القصة يعني عمل أنا يعني شايفة عمل كده من ناحية المشاعر عمل ده في Drive، وعمل ده في Blade Runner، وطبعًا دوره في لا لا لاند. يعني فاهمة قصدي؟ هو حقيقي. عمل بُص، ألوان متّفقة كتير، معاك فعلًا وقدّم يعني حاجات إيه كتير، وقدّم أفضل أشكال تقديم كتير. للمشاعر أكتر من Blade Runner أو من La La يعني فاهمة Land قصدي؟ أو أنت عايز إيه يعني أكتر Blade من كده Runner حقيقي؟ وDrive ده، إحنا بنتكلم على حد عمل باربي، كان في باربي وعمل Drive. أنتِ شايفة الrange قد حقيقي. إيه؟ هو عشان كده باقول لك متنوع وشامل ومش واخد حقه. إمم. يعني هو أخد الفُرَص دي قبل كده وأكتر من مرّة، وفي كل مرّة هو بيقول والله يا جماعة أهو اتفضلوا، أدي اللي بيثبت عندي. نفسه فعلًا. يعني هارجع تاني وأذكر الدور بتاعه في The Nice Guy، علشان الفيلم ده اللي هو عمله فيه ده مش طبيعي صراحة، بجد مش طبيعي. يعني بعيدًا عن الفيلم نفسه، الperformance بتاعته كده لوحده حاجة وَهْم.
ف أنا حقيقي ف كل تجاربي معاه كانت مذهلة يعني حقيقي ما عنديش أي مانع في أي وقت وبأي mood أعمل rewatch الفيلم لراين جوزلينج، ودي مش لأي حد. بالضبط، بالضبط. ففكرة بس إن هي دي فرصتك يعني مش عارف. على فكرة هو ممكن يكون في الآخر يعني برضه مش يعني صلّحي لي المعلومة، ما أعرفش. يمكن هو هنا بيلعبها solo شوية، ك آه، ك يعني فاهمة قصدي إزاي؟ كموقعه من القصة وموقعه من الأحداث، الموضوع كله بيدور حواليه. يعني حتى آخر فيلم بتاعه The Fall Guy، لأ كان معاه إيميلي بلانت. باربي ما كانش فيلمه، مهما كان هو عمل إيه ما كانش الفيلم بالضبط، بتاعه. بالضبط. لا لا لاند الناس بتبُص على إيما ستون برضه، يعني فاهمة على قصدي؟ إمم، إمم. فيمكن المرّة دي هي فرصته من الناحية ديّة، إن هو تقريبًا ممكن دي تكون أول مرّة هو شايل الفيلم كلّه على كتافه. بالضبط، ده اللي كنت أقصده، حتى في Blade إمم. Runner أنت كنت مركّز مع ريدلي سكوت، أنت كنت في La لأ La Land يعني هو مركّز بريد مع بالضبط. بليد رانر هو فأنت بيكمّل على هو بيكمّل على كمان على الفيلم هو هنا الأولاني، ممكن يلمع أكتر واحد، يعني هو أنت اللي فات كنت بتلمع، بس مش أكتر واحد بتلمع، هنا عندك فرصة إن أنت تلمع وتاخد الcredit كلّه ليك، بغض النظر بقى إن بطلة ولو إن يعني الكلام أكيد هييجي على ساندرا هولر، بس حبيبتي، أنا شايفاها حبيبتي، فرصة حبيبتي. شايفاها فرصة أفضل ليه إنه يثبت نَفْسه. آمم طيب، طَب ساندرا هولر بقى حبيبتي، طَب هي ليه حبيبتي؟ هي ليه حبيبتي؟ ليه؟ عشان هي ب حد أنتِ بتسأليني؟ أنتِ بيقف بتسأليني بي هي والّا حد أنتِ بيقف هتقولي، قدّام أنتِ هتردّي الكاميرا. بسرعة؟ لأ، أنا باقول لك هي حد بيقف قدّام الكاميرا بيوصّل لي اللي مطلوب منّه، فهي بغض النظر عن هي popular والّا مش popular، هي ممثلة قديرة، يعني أنا شايفاها كده برغم إن هي لسه سِنّها مش هاقول حد يعني مش الباتشينو مثلًا والّا حد مخضرم، فبالنسبة لسِنّها فهي موهبتها حقيقي موهبة متميزة. طيب خلّيني أقول كلمة طيب حق فيها. أنا قُل، أنا قُل. أنا ساندرا هولر بجد، بجد موهوبة جدًا، جدًا. وممثلة قوية جدًا. أنا مشكلتي معاها مش فيها هي شخصيًا، مشكلتي معاها إن آخر فيلمين هي عملتهم أنا ما حبيتش الفيلمين. مشكلتك أنا مع مشاكلي الأفلام، مش معاها مع الأفلام، مش معاها خالص. مع الأفلام. بالعكس، طب هاسألك بالعكس سؤال، ده هاسألك هي سؤال، هل بالعكس ده هي هي أنا كانت شايف. قادرة تشيل الفيلم؟ يعني ما أنا لسه هاقول لِك أهو، مثلًا أنا Anatomy of a Fall. أنا شايف إن بسببها الفيلم أخد كل الحفاوة دي. جميل، يعني خلاص. بسبب يبقى كده أنا وصلت الperformance معاك بتاعها. لنقطة مشتركة، إن هي حد بيشيل العمل. ما أنا مش يعني بالضبط، أنا مش هاقدر أقول بصراحة غير كده. لأ، ليها أداءات وليها performance حتى في الأفلام اللي أنا زي ما باقول لِك إن أنا ما حبيتش الأفلام دي، بس باقف قدّام بصراحة موهبتها لأ، ممتازة، ممتازة. وهي السنة دي كمان خدي بالِك عندها كمان تجربة مثيرة جدًا للاهتمام عندها مع توم كروز تجربتين، وأليخاندرو. عندها تجربتين، عندها حاجة تانية غير ديجر؟ عندها روز. عندها روس، أوكي. في آخر أبريل نازل الفيلم. أوكي، أوكي، أوكي. أنا لسه دلوقتي شايفه. بس يعني أعتقد ديجر حاجة منوّرة أكتر. مع أليخاندرو ومع توم هو كروز وكده يعني حاجة. بُص، هو هنا الموضوع ليه شقين برضه، هل أنتِ هتسحبي السجادة من تحت راين جوزلينج بأدائِك وتمكُّنِك، والّا أنتِ هتتركي له مساحة يثبت فيها نَفْسه، والّا هل أنتم الاتنين هتعلّوا على بعض وأنا كجمهور هابقى أنا المستفيد؟ بس أنا مش حاسس آآ مساحتها في الدور ده يا سارة هتبقى بالحجم اللي أنتِ بتتكلمي فيه ده. مش علشانها هي، بس علشان فاهمة؟ طريقة السيناريو إن إحنا هنقضّي وقت أكتر مع راين جوزلينج. ده أنا حاسس ده، أنا ما قريتش الرواية. بُص، ال هو اللي أنا هو اللي أنا أنا حاسة فاهمه أنا حاسة بالتفاصيل إن المساحة بتاعتها صغيّرة، بس أنت ممكن المساحة تكون صغيّرة بس deliver كمية emotion مليون في المِيّة. رهيبة. بس قصدي آه، هيبقى صعب أوي إن هي تسحب البساط فاهماني؟ مش عشان هي وِحشة، أو مش عشان هي مش هتعمل وِحِش، هي بس غير أنا علشان ما أعرفش أنت القصة شُفت مرتكزة. ما أعرفش أنت شُفت I'm your man والّا لأ، بس هي الفيلم، لأ ما شُفتوش. يعني ما شُفتوش، هي كانت الفيلم، يعني هو الفيلم كان ساندرا هالر، فكل خوفي إنها تلمع بزيادة.
دي حاجة مش مزعلاني، بالعكس أنا باحبها ونفسي تلمع، بس أنا حبيبتِك نفسي راين جوزلينج ياخد مساحته وإن يبقى في تنافس بينهم هُم الاتنين يعني يعني أنا مش وطبعًا حاسس الموضوع مش حاسس الموضوع هيوصل للدرجة ديّة، علشان المساحة ومساحة الدور والحاجات دي كلّها، مش عشان هي هتبقى وحشة والّا كويسة يعني، فاهمة قصدي؟ إن السيناريو كلّه بيدور حوالين شخصية راين جوزلينج. بس هي في كل الأحوال يعني، وبالذات بعد تاني أنا باقول لِك الفيلمين الأخرى دول ما عجبونيش، بس هُم فيلمين أخدوا تقدير كبير على يعني فيلمين اتكتبوا لها في الCV بتاعها يعني. فهي حاجة كويسة للفيلم حتى إن هي تكون موجودة فيه، دي حاجة مش هنعرف ننكرها يعني. يعني أتمنى إن أنت في وقت قريب تيجي لك فرصة تشوف I'm your man. بغض النظر إن anatomy وزون كفيلم ما عجبكش، ممكن I'm your man يعجبك كفيلم، فبالتالي رؤيتك ليها أو نظرتك ليها تتغيّر. يعني إن شاء الله يعني إن شاء حاضر، الله حاضر، هاعمل كده، يحصل هاعمل بينكم كده والله. توافق قريب إن شاء الله. وبمناسبة إن إحنا قُلنا إن ساندرا هيلر عندها تجربتين السنة دي، مش هي الوحيدة على فكرة اللي عندها تجربتين السنة دي. لورد وميلر كمان عندهم تجربتين تاني السنة دي، يعني إن الممثل أو الممثلة يكون عندهم تجارب متنوعة، ده مش سهل مش متعودين عليه، بس it happens يعني هو بيمثل، لكن لمّا يبقى المُخرِج أو المُخرجين عندهم تجارب تانية ومش أي تجارب، ده أنت عندك في شهر مايو هينزل لهم Cheap Detectives واللي هو تقريبًا بينتمي أعتقد لو أنا مش غلطانة لفئة مثلًا Mitchell vs Machines أو أوكي، Lego أوكي. وعن وعندهم في شهر يونيو نازل لهم طبعًا Spider-Man Beyond the Spider-Verse. أنت عندك أ م م مخرجين ليهم 3 أعمال، وبطلة ليها 3 بس أعمال طب لأ، ولسه بس خلّيني أعدِّل لِك بس يعني حاجة بحاجة. هو مبدئيًا Beyond Spider Verse مش السنة دي، السنة الجاية. مش السنة دي، مش جون 18 ما هو السنة دي، ده اتأجّل. جون 18 السنة لا، لا، لأ، الجاية. بالضبط هو أوكي، اتأجّل. أوكي أوكي. ماشي. ده هو حاجة اتأجلت اتأجّل. recently يعني مؤخرًا والّا إيه، والّا لأ، أنا لأ واخدة بالي متأجّل السنة؟ متأجّل بقى له فترة، أوكي، متأجّل بقى له فترة. وأنا ما أعتقدش برضه هُم شغالين على الإخراج بصراحة، متهيأ لي إن هُم producers مش يعني عارفة يا هُم أحمد والله يعني أعتقد هُم producers مش شغالين على بس هو الإخراج، أنت في الفيلم لكن اللي هو نوعية spider man ده، هل أنت بتسمي مين مُخرِج ومين producer؟ ما هو أنت عندك الmainly الصانع هو الproducer صح والّا أنا غلطانة؟ هو يعني أكيد الinput بتاعهم في الأنيميشن هيبقى يعني يعني أنا فاهم قصدِك، بس هو في الآخر ما بيتكتبش يعني ما بيتكتبش اسمهم على الفيلم، أنتِ فاهمة قصدي؟ ما بيبقاش الفيلم منسوب ليهم في النهاية، بس أكيد فاهمة بيكون ليهم آه. input يعني. يعني أكيد بيكون ليهم input بالذات في موضوع الأنيميشن يعني. أوكي، هُم آآ فعلًا مش directors. أنا إمم، 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 إمم. فعلًا فهمت غلط في الموضوع ده عذرًا يعني على اللبس اللي حصل. هُم فعلًا producers بس هُم producers في كل الأفلام دي، وده أكيد حاجة مش من فراغ يعني فكرة إن هُم بس في المطبخ بتاع الأفلام دي. بالضبط، وشوفي في في الورشة. يعني كمية الأفلام الممتعة اللي هم سواء أخرجوها أو هم موجودين في الbackground بتاعها، حاجة بجد يعني. يعني أنا دلوقتي بصيت أنا فتحت دلوقتي ليستة ال الأفلام بتاعتهم اللي هم مشاركين فيها كproducers. في فيلم Strays مش عارف شُفتيه والّا لأ، بتاع الكلاب. لأ ما شُفتوش. فيلم مسخرة، بتتفرجي عليه يا سارة؟ يعني أنا بارشحه ليكِ وبارشحه لكل الناس اللي إنتاج بيسمعونا. سنة كام ده؟ ده كان قريب 23. أوكي. تمام. فيلم مسخرة. فعارفة لمّا بيبقى عندِك حد حتى لو هو مش هو رقم 1، بس هو شغال في حاجة شبه كده. ف فعندهم sense كده كوميديا وsense أفلام ممتعة، يخلّيني بصراحة مستني أي حاجة يكونوا حتى اسمهم يعني فاهمة، مقترن بيه كده. والله يا أحمد الفيلمين بتوع الشهر أو بتوع العيد يعني أنا باحسد نفسي بصراحة على تواجدهم يعني في نفس الوقت ده، وأكيد هتدخلي طبعًا أنت عامل حسابك هتدخل الفيلمين إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، ويعني ولو في نصيب إمم، يعني عايز أتكلم عنهم كمان إن شاء الله يعني. إن شاء بس الله. أنتِ هتدخلي أنهي واحد الأول؟ هو ده سؤال ما كنت خايفة تسأله لي، يعني من أول التسجيل وأنت عارف يعني القلب والّا العين، يعني أنت عارف مش عارفة
يعني أنا نَفْسي لو جيت وقفت قدّام شباك التذاكر، أنا هاختار إيه؟ أيوه يعني هتقولي هاختار إيه إيه؟ الأول؟ الاختيار صعب جدًا، لأن أنتِ وبعدين لا صعب يمكن، لا تعملي يمكن double feature مش كده؟ فكل واحد هيبقى لا، في لا، يوم. وخصوصًا مع آه، الفيلمين دول، لأ، أنا ممكن ماشي. أعمل double مع فيلم خفيف وفيلم تقيل، مع إمم. أفلام أوروبية، إنما فيلمين تُقال زي دول لأ، محتاج كل فيلم ياخد حقه وياخد وقته وياخد موده وبعدين ليه يعني ليه أضيّق المتعة على نفسي؟ يعني لمّا يبقى عندي مرتين أتبسط أو يومين طيب ليه طب اختاري بقى طيب، آآ اختاري. لأ مش هاقول، مش مش عارفة مش عارفة ممكن أختار إيه، حقيقي اختيار خل صعب جدًا، جدًا. خلّينا نبدِّل، لو أنتِ دخلتِ The Bright هادخل أنا الأول project في دماغي والعكس. ماشي يعني، أوكي خلاص خلّيتيني طيب أنا لغاية دلوقتي مش مقررة، بس ولا أنا على فكرة، ولا حقيقي أنا، أنا كنت باسألِك علشان بس برضه آخُد منِّك hint يعني أنتِ فاهمة؟ بُص أنا هو عندي الproject أنا كده داخل الاتنين إن شاء الله، وفي فيلم تالت كمان بتاع Hoopers الanimation ده ناوي آخُد آه، الأولاد طب وأحبها حلو بتاع إن ما بتاع عندكوش Pixar. طب حلو، بس كويس إن ما عندكوش سيطرة الأفلام المصرية دي أو العربية في وقت العيد والّا برضه بتبقى موجودة؟ أنتِ أوكي، أنتِ مش عارفة، إحنا بقى لنا داخلين في سنتين ما فيش أعتقد أفلام أنت مصرية قُلت كده بتتعرض ما فيش أصلًا عندي أفلام مصرية، والله يا آه. بختك، يا بختك فدي محظوظ يعني. والله لأ، مش دايمًا حرام، دي جاية في الوقت اللي فيه بقى فيه أفلام مصرية كويسة وتستاهل إن أنا أدخلها. أنت ساعات أنا كل تخوّفي إن أنا آجي أدخل في العيد مثلًا، ألاقي إن ما الأفلام دي تلاقيش حفلات مثلًا ما حفلات هي قليلة في سينمات محدودة، فده هيبقى بصراحة شيء يعني مستفز جدًا، فأنت لأ، أنا ما خلاص فيش ابدأ غيرهم، أنا كده ما فيش غيرهم أنا كده ما فيش غيرهم. زي ما باقول لِك فهُم الفيلمين دول مع فيلم هوبر بتاع بيكسار يعني عشان برضه عشان الولاد يعني ياخدوا نصيبهم من العيد. كل سنة فهو وأنتم هيبقى طيبين عيد وأنتِ بالصحة والسلامة، هيبقى عيد سينمائي يعني. هيبقى عيد سينمائي هو آه. يعني دلوقتي أنا قاعدة أنت دلوقتي شغّلتني بموضوع هتدخلي أنهي الأول ده، طب أنا عايزة أدخل أشوف الحاجة اللي أنا عارفاها أو متصوّراها visually والّا عايزة حُب الفضول غالبني، يعني أنت عارف أنت The Bride أنت عايز حاجة شُفتها قبل كده بس عايز تدخل تشوفها تاني عشان أنت بتحبها، والّا Project Hail Mary أنت عايز تشوف القصة دي هتتعمل إزاي، هتتقدّم إزاي، الناس ال المواعيد مش ممكن ت ت ت أكيد هتبقى تحكم؟ عامل، أكيد هتبقى ممكن عامل بقى ممكن مواعيد العرض أو أوقات العرض أو كده دي اللي هي أكيد، فتبقى سهّلتها أكيد. عليكِ خلاص يبقى أنتِ بقى أكيد، وممكن الفترة الزمنية برضه، لإن أنت عندك ساعتين وقُرب وساعتين ال3 ساعات، ونُص، وساعتين ونُص ساعتين فبرضه ممكن ده يتحكم فيك في وقت عيد وزنقة وزيارات وحاجات كده، فممكن ده يكون عامل. آمم، يعني أتمنى بس ال هو ال يعني في كل الأحوال الفيلمين يا جماعة يعني بجد يستاهلوا إن هم يتدخلوا سينما، يعني دي نصيحتنا ليكم وإحنا هنعمل كده. زي ما كانت سارة بتقول من شوية هي كمان أفلام عيد، أفلام نقدر نسميها أفلام عيد، أفلام طالعين ناخد متعة معيّنة من genres مختلفة. ف فبصراحة يعني أنا دايمًا باتضايق من فكرة الأفلام اللي بتتأجل عندنا والكلام ده، بس المرّة دي جاية بصراحة بالضبط، المرّة دي لأ، أنا يعني مش زعلانة خالص، أنا جاية فرحانة جدًا. بالضبط. الموضوع ده كان حصل من فترة برضه قريبة، وكان الفيلم بتاع جون ويك الأخير، وكان إمم، متأجل برضه لغاية العيد، واتفرجت عليه في العيد. فهي ساعات كده بتبقى في ساعات صالحنا. بتبقى حلوة، ساعات بتبقى لذيذة. لأ، هي أفلام تقيلة بميزانيات ضخمة ومليانة تفاصيل ومُقتبسة من روايات مشهورة فأنت إيه عايز أكتر من كده؟ أنت حتى وعلى ما على عندكش فكرة فيلم قليل وفيلم تقيل، لأ ده أنت عندك فيلمين تقال. الأفلام ديّة يعني في أي سنة أو بحق ربنا دي هتبقى الأفلام اللي بتنزل في شهر 6 وفي شهر 7 في بالضبط، عز بالضبط. الصيف. أنت مش متعوّد ف إن أنت تشوف الأفلام دي في بداية السنة فعلًا. بالضبط، فإحنا يمكن محظوظين عشان برضه في 6 و7 في خناقة تانية، في حاجات تانية. ي فبالعكس ده إحنا حظنا كمان كويس السنة دي. يمكن Sinners يعني عملها هل السنة اللي فاتت حِدّة عملها إن الأفلام الحلوة تنزل في أول السنة شجّع صُنّاع إن هم مش لازم يضغطوا نَفْسهم في آخر فترة دي، فدي حاجة تتحسب وخصوصًا له أكيد يعني. خصوصًا مع التقدير كمان اللي هو خده فنيًا بقى مش بس جماهيريًا يعني. طبعًا، طبعًا.
أنا كنت حابة بس أقول إن ال150 مليون ميزانية الفيلم دول منهم 3 مليون حق بس الانتفاع أو حق استخدام الرواية. وده كانت أول ما نزلت الرواية، يعني مش يعني لما كان لسه مشروع تحت الإنشاء، وده كان سنة يعني اوكي. كان إيه يعني يعني جولدن ماير اشتروا الرواية دي ب3 مليون جنيه، ب3 مليون دولار سوري، $200. في وقت نزولها. طب بغض النظر إن بعد كده الأمازون MGM هي اللي عملت acquired للإنتاج، إنما المشروع بدأ في جولدن ماير سنة اوكي. 2020. طيب وساندرا هولر اخدت كام منهم؟ أنا مش عارفة بقى التفاصيل دي بقى هنحكم عليها بعد ما نشوف الأداءات يعني. أكيد أصل هنبص للست من ال150 يعني. بس يا أحمد أنت مش مستغرب الcombination اللي معمول بين ممثلة ألمانية، هي ألمانية صح؟ جنسيتها إن ما كنتش أنا أل- غلطانة؟ المانيه نمساويه حاجه كده يعني، آه و ابتديت و يعني. وراين جوزلينج، يعني هل ما كانش فيه حد في هوليوود ينفع ياخد الدور؟ هو اولا حاجه كويسه يعني، انا يعني حاجة كويسة، كويس ميكس اصلا ان هم ميكس جديد ومبتكر وبره الصندوق بالظبط. وكل حاجة. بس هو إمم، فعلا غريب، هي المانيه إمم، she's a German actress. آه يعني انا معاكي، هو الميكس غريب يعني، احنا لو قاعدين بنفكر كده مش هنفكر فيه. بس هي حاجه كويسه بصراحه، وخصوصا بقى لو في الفيلم اكتشفنا ان ده ليه ريفرنس او ليه داعي، يعني فاهم قصدي؟ ان هي مش طالعه بدور مثلا مش طالعه بدور امريكيه. بالضبط، بالضبط. فدي يعني هي هتبقى كمان دي توظيف في حاجه. محله بالظبط، دي كمان هتبقى حاجه كويسه. بس هي عموما يعني زي ما بقول لك هي تستاهل فيلم بالحجم ده، تستاهل فيلم بالحجم ده. وانا عاجبني على فكره برضو، ودي حاجه لازم بقى نقولها، التنوع اللي هي بتعمله. يعني هي عملت فيلم فني جدا 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 يعني، اللي هو ذا زون اوف انترست، حاجه يعني توب تير فنيا. وعملت حاجه في الوسط زي اناتومي الفلو. النهارده هي بتعمل حاجه هو مشروع تجاري بحت، فدي كمان حاجه محترمه، انا حاجه احترمها بصراحه فيها جدا. يعني الsetting بتاع المشروع الفني بيفرق على فكرة مع المشاهد، يعني لمّا بتشوف مين المُخرِج ومختار مين وهيعمل إيه يعني إحنا معانا فيلمين النهارده، يعني أنا بصراحة كنت خايفة جدًا إن الكلام على الفيلمين دول يروح لحد غيري في الأول، يعني الفيلمين دول أنا كنت متحفّزة لهم جدًا انت وحاساهم يعني حجزتيهم انت أنا حجزتيهم من قبل حجزتهم ما نفكر. اه خلينا برضو بس نقول يعني، بما اللي هو انك بُص معانا، هو فكره الأفلام دي السلسله دي بتاعتي. كلها يا جماعه، فكره السلسله دي كلها اصلا جايه من ساره. اوكي. فهي يعني عرضت الفكره، واول ما قلنا اوكي، من قبل ما نقول نص كلمه قالت افلام مارس معايا. عشان تبقى عارف بس يعني إيه، خلّينا واضحين كده مع بعض، الأفلام دي بتاعتي. ف فزي ولما فكرنا بقى ان خلاص، طب رمضان، طب بتاع، طب مش هينفع بتاع، فلا قلنا طب ما خلاص، ما هي ما بقتش بقى افلام مارس، بقت افلام العيد. وبعد كده بقى نبقى نرجع للروتين بتاعنا الطبيعي. قلنا ناخد كده كده ما حدش هينجو من موجة مسلسلات رمضان. أكيد، أكيد. بس إن شاء الله يبقى فاصل حلو ونستعيد بيه الشغف أو أنتم تستعيدوا بيه الشغف، أنا الحمد لله أنا الشغف انت بتاعي ما زي حصلش الفل. حاجه ما حصلش ما حاجه حصلش عندي أي تغييرات. ما تغيرش عندك حاجه ايوه. أنا يعني على وضعي جدًا يعني، يعني اللي هو يعني بابُص معاكم كده من بعيد يعني، بس لأ لا احنا موضوع محتاجين احنا محتاجين نعمل كومباك قويه، محتاجين نعمل كومباك قويه. والدول هناك حلوة جدًا، جدًا، يعني هيفتحوا مجال كمان للنقاش، وإن شاء الله ترجع تعمل لنا بقى spaces تانية ويكون في الروح اللي إحنا يعني مفتقدينها بقى لنا فترة دي. باذن الله، ان شاء الله، باذن الله، ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. ساره، انا مش عارف احنا سجلنا قد ايه، احنا ممكن نكون داخلين على ساعه مثلا، مش اقل من كده. بس يعني انا ما حسيتش والله بالوقت، وكالعاده يعني الكلام معاكي في الافلام مش بس ممتع، هو كلام مفيد ربنا وما يخليك. يزهقش منه والله العظيم. ميرسي. انا عارف هو يعني هيبان كلام كليشيه وكده وبتاع، بس يعني اعتقد انت عارفه يعني كويس
برأيي وتقديري ليكِ. يعني في الآخر دول الفيلمين اللي إحنا اخترنا نتكلم عنهم، علشان أولًا مش بس أهميتهم، علشان إحنا متحمسين ليهم، وعلشان دي أفلام إحنا حابينها، ودي أول حاجة إحنا هنبُص عليها. ف فطبيعي يعني يبقى هي دي الأفلام اللي إحنا هن هنرشحها لكم، ونحاول نخلّيكم أو ننصحكم إن أنتم تتفرجوا عليها معانا، علشان بعد كده نتناقش فيها أكتر مع بعض ونتكلم عنها أكتر. الشهر أكيد هيكون فيه أفلام أكتر من كده، العيد ممكن يكون فيه أفلام أكتر من كده، إحنا مثلًا زي Hoppers اللي أنا كنت لسه باتكلم عليه من شوية، فيلم بيكسار، وأكيد في أفلام أكتر، في الجزء التاني من Ready or Not تقريبًا برضه هيكون موجود، وهكذا يعني. بس في الآخر إحنا بنعمل highlight على الحاجة اللي إحنا متحمسين ليها، وإن إحنا مستنيينها وفعلًا عايزين نتفرج عليها. مرة تانية كل سنة وأنتم طيبين. غالبًا الحلقة ديّة هتبقى بتتفرجوا عليها يوم الوقفة، فكل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد عليكم. كل سنة وأنتِ طيبة يا سارة، عيد سعيد عليكِ يا رب وعلى كل حبايبِك. أنا بجد مبسوط إن إحنا عملنا الحلقة دي مع بعض، وحاجة يعني هتتحط في CV القناة. ميرسي يا أحمد لذوقك، عشان أنت محاور ممتاز وحقيقي أنا كنت متحمسة يمكن بنفس درجة حماسك أو أكتر، سواء إن أنا أشارك معاك في أي حاجة على قناتنا بmovies. يعني أنا مش باعتبر إن القناة دي ملكية خاصة ليك، لأ أنا باعتبرها مشاع. وأنا عضو مؤسس أنتِ عارفة، ومش هتبقى حقيقي، آخر مرة، حقيقي مش هتبقى آخر مرة. لأ مش هتبقى آخر مرة أكيد. بس إن كنت شاء الله. متحمسة جدًا وأكيد أول تسجيل ليّا وأول كلام ليّا أكيد كان هيبقى من نصيب بmovies. وميرسي على استضافتك، ومتشكرة جدًا على المساحة اللي أنت مديها لي إن أنا أتناقش معاك في الموضوع. وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله عيد سعيد عليكم وأفضل comeback وإن شاء الله لينا أكيد نقاش بعد مشاهدة الأفلام. إن شاء الله بإذن الله. شكرًا يا سارة، شكرًا على وقتِك، وشكرًا ليكم لو كنتم وصلتوا لغاية النقطة ديّة في الحلقة. الحلقات الطويلة ديّة يعني بتبقى مرهقة شوية، بس يعني لو أنتم سايقين وأنتم رايحين مشوار وأنتم رايحين السينما تتفرجوا على أفلام كده يعني. يا رب الحلقة تبقى خفيفة على قلبكم، وتستمتعوا بيها زي ما إحنا استمتعنا بالنقاش عن الأفلام ديّة، وزي ما إحنا متحمسين للأفلام اللي اتكلمنا عنها. كل سنة وأنتم طيبين مرة تانية، وسلام.